عايز تسمع النصيحه اللي انا عايز اقولها لك عن النسر دلوقتي وايه علاقتها بيك في الثانويه العامه وتنال على عينك بقى حاجه في السنه دي تسمع على سم الله صلى على رسول الله موتوني لا صبر. الموضوع ان انا جاي اقول لك النهارده ان سنه الحياه وسنه الكائنات اللي ربنا خلقها، وانت من ضمن الكائنات اللي ربنا خلقها، ولكن هو خلقك وكرمك وسخر لك كل الكائنات التانيه وكل الارض وكل اللي عليها. سم الله صلى على رسول الله. المهم ولقد كرمنا بني ادم، ربنا خلقك وكرمك وسخر لك كل ده. المهم ولكن كائنات وسنه الحياه وسنه الكائنات اللي ربنا خلقها ان هي لفتره معينه بتيجي بتيأس بتتعب، بس بتغير نفسها وتصنع نفسها فرصه جديده حتى لو الموضوع فيه الم. التغيير من الاخر اللي انا عايز اقول لك، التغيير من الاخر لو انت بتغير نفسك او بتزوق نفسك على المذاكره او بتعمل حاجه او بتغير نفسك لعاده كويسه تكتسبها او بتبطل حاجه انت بتعود عليها مضره او حاجه غلط بتعملها، الموضوع ده فعلا مش بيجي بالساهل. لان في ناس فاكره ان انا خلاص انا من بكره الصبح الساعه 8 صباحا هتغير، ففين الزرار هتدوس على جسمك الزرار في جسمي خلاص اتغيرت. لا، انت مش آلة حضرتك، انت مش يعني انت بني ادم. طبيعي انك تلاقي صعوبات، طبيعي انك تلاقي الم وانت بتزق نفسك على الخير والطاعه وتعود نفسك عليها وتجاهد نفسك للخير وللطاعه ولصلاتك وكل حاجه ربنا امرك بيها، وطبيعي انك تلاقي الم وانت بتزق شيطانك وشهواتك، وطبيعي انك تلاقي الم ووجع، ركز معايا الله يبارك لك، وانت سايب حاجه انت كنت بتتبسط بيها او لذه معينه ولكن هي حاجه حرام او حاجه غلط او حاجه بتضيع وقتك، فانت عايز يعني تغير نفسك. كل ده عادي خالص، بيصاحبه الم شويه، بيصاحبه وجع شويه، ولكن التغيير ثمرته كبيره. التغيير بيصنع فرق في حياتك وفي يومك ومستقبلك وفي روحك، اهم حاجه والله. المهم اللي انا عايز اقوله لك وده يرتبط بيكم في الثانويه العامه وبالذات في المراجعه، اخلق لنفسك فرصه تانية. كنت مقصر قبل كده؟ ما كنتش مقصر قبل كده؟ ذاكرت المنهج قبل كده ونسيته؟ ذاكرته ونسيت شويه منه؟ ذاكرته ولسه فاكره؟ ما ذاكرتوش خالص؟ مراكم حاجات؟ مش مهم. من دلوقتي وانت بتسمعني، حتى بتسمعني اول باول، مراكم او مش مراكم، سمي الله صلى الله على رسول الله، اللي جاي تقدر تغير فيه كتير. يا جو ده احنا ما عادش غير وقت مش عارف ايه اللي على الامتحانات. باشا لحد ليله الامتحان تغير فيه كتير، وسمعنا قبل كده كتير طالب معين بيذاكر لحد ليله الامتحان، سمي الله صلى الله عليه وسلم، ما تملش. وحتى اوائل الجمهوريه لحد ليله الامتحان بيراجع حاجه معينه ومش عارف ايه ويخش يلاقيها نفس الفكره، يا الله ده انا كنت لسه مذاكرها من شويه. لحد ليله الامتحان بتجتهد، ولحد ليله الامتحان ربنا شايف تعبك وشايف سعيك وشايف اجتهادك وشايف مرمطتك وشايف معافرتك، سمي الله صلى الله عليه وسلم. فلحد ليله الامتحان فرصه تانية. انت قد ما عليك ولا عليك، اعمل اللي عليك ومالكش دعوه بحاجه، سيبها لله، ربنا هيعوضك. انت مسؤول عن السعي مش مسؤول عن النتيجه، وقلتها كتير. المهم عشان ما كنتش طولت عليك، يا رب نكون استفدنا من حقيقه شبه كده، ويا رب نكون استفدنا من كائن شبه كده خلاص ما بيستسلمش، لا بيألم نفسه ويوجع نفسه علشان فرصه تانية، علشان امل تاني، علشان حياه احسن، عشان يرجع شباب وصحته اجمل، عشان فرصه للمستقبل اكتر. واللي بيعمل كده من النسور دي بيقدر يعيش كمان يعني تقريبا بيوصل ل 100 عام او حاجه شبه كده. شد حيلكم يا حبايبي، وما تقولش انا وحش وانا مش قادر وانا فاشل والناس بتحبطني وانا مش متعود اذاكر. باشا سمي الله صلى على رسول الله، انت مش محتاج موهبه عشان تنجح في الحياه في اي حاجه، سواء في الثانويه او بعد الثانويه. ازاي؟ في حاجات مش محتاجه موهبه اصلا او محتاجه مهاره معينه، زي ايه؟ الاجتهاد مش محتاج موهبه. مين عنده موهبه الاجتهاد؟ مفيش حاجه اسمها كده، يعني الاجتهاد مش موهبه، الاجتهاد ده حاجه مكتسبه انا بعود نفسي عليها. المعافره ده مش محتاجه موهبه، انك تزق نفسك وتعافر ضد نفسك وشيطانك وكسلك والدنيا والحياه والمغريات وكل البام الحاجات اللي بتضيع وقتك ومستقبلك وبتستنزف طاقتك وجهدك وروحك، دي برضه مش محتاجه موهبه. المذاكره وانك تتعود عليها مش محتاجه موهبه. فاي حد بيشتغل على نفسه بيطور من نفسه ده مش محتاج موهبه، ده محتاج حد عنده اراده بس ومتوكل على الله عز وجل وبيحاول ويعافر. انك تكون شخص احسن من امبارح مش محتاج موهبه، انك تعافر في الدنيا مش محتاجه موهبه، محتاج ان يكون عندك اراده وانك توكل على الله وانك تكون عايز نفسك احسن من قبل كده.